أقام مشفى الهلال الأحمر الكردي معرضا خيريا في حديقة آزادي بمدينة قامشلو أمس تحت شعار حضوركم دعم وتبرعكم حياة، بمشاركة أطفال ثلاسيميا الذين عرضوا أعمالهم اليدوية والفنية بهدف تعزيز ثقتهم بأنفسهم وجمع التبرعات لتغطية تكاليف علاجهم. تخلل المعرض كلمات تعريفية بالمرض وأهمية الدعم المجتمعي، إضافة إلى تقديم لمحة طبية من مختصين بأمراض الدم حول التلاسيميا، مع الإشارة إلى افتتاح مركز متكامل للعلاج وتفعيل تحليل PCR بأسعار رمزية، كما تم تكريم الأطفال المتطوعين والعاملين في المشفى. وشهد المعرض عروضا فنية للأطفال وسلفزيونا يوثق تجاربهم وسط تفاعل الزوار مع قصصهم. حملت الفعالية رسالة تضامن إنسانية تؤكد أهمية الدعم المادي والمعنوي وضرورة تكاتف المجتمع لتأمين مستقبل صحي وآمن لأطفال التلاسيميا. عملنا هذا المعرض اليوم من أجل التبرعات، وسوينا شغلات كثيرة من بيناتها تحف صغيرة بأيادي ناعمة من الأطفال. سوينا شغلات حلوة كثير من بين رسومات وألعاب وورود لنزرع الأمل بقلوب المرضانين، ولنثبت أنه نحن قادرين على أنه نسوي كل شيء، نحن مو عاجزين عن أي شيء. نحن بحاجة لدعمكم ولتبرعاتكم بهذا الحفل.